ما حدش فينا محصن 100% من الانهيار. كلنا بشر وبنضعف ساعات. ممكن جدا في لحظة معينة أزمة كبيرة تهزك وتوقعك، وإنما تفرق مين اللي هيقوم تاني ويكمل الطريق. ودي حاجة نقدر نشتغل عليها ونتعلمها. لو حاسس إنك ضعيف قدام الشدائد، اعرف إن القوة بتيجي بالتدريب وبالاستعانة بالله وبالصحبة الصالحة. كل مرة تقع فيها هي فرصة تقوي نفسك لما تقف تاني. افتكر دايما المقولة اللي هي بتقول بالإنجليزي What doesn't break you makes you stronger، أو الأزمة اللي ما تقتلكش بتقويك. طول ما في نفس، طول ما في بكره، مهما تقع قوم تاني وحاول. يمكن تقع عشرات المرات وتقوم في المره ال11 اقوى من قبلها. خليك متفائل حتى لو الدنيا اسودت في وشك لحظه. الفرج ممكن يكون قريب جدا وانت مش شايفه، وان مع العسر يسرا. خد نفس عميق وذكر نفسك بكل ازمه عدت عليك قبل كده وكنت فاكر ان هي نهايه العالم، وبعد شويه عدت وبقيت ذكرى بتحكيها يمكن دلوقتي بابتسامه. الازمات بتمر بالطريقه دي. المناعه النفسيه انك عند اول ازمه ما تقولش خلاص وقعت ومش هعرف اكمل. لا، قول انا وقعت الموقف ده بس هقوم تاني واكمل لاني اقدر بمشيئة الله. وخليك فاكر الذهب بيتصهر في النار عشان يبقى انقى ويزداد قيمة، وانت كمان الشدائد بتثقلك وتطلع اجمل ما فيك لو اخترت تواجه وتتعلم وتصبر. ما تخليش اول ازمة تكسرك، وخلي عندك يقين ان بعد كل ازمة ميلاد شخص اقوى واوعى جواك.